السلام عليكم، ورجعت وياكم بفيديو جديد. اليوم ان شاء الله الفيديو راح افصل هو تراك، بس يعني التيشيرت مالته هودي، راح اسوي هودي عريض وبوجامة مالته، وراح استخدم له هذه لان بدي اجرب نوعيتها واشوفها بالقص الهمين يعني زينة لو مو زينة. فقلت اجربها لبنتي، قطعة بنتي للعلم. الفيديو اللي راويتكم باللوازم والقطع هي شافته وطلعت مظاهرات واعتراضات ما قدرت اضمها الشتاء الجاي. راح افصلها لها هودي، والهودي طريقته كلش بسيطة وسهلة، واحسن ما تشترونه ب25,000 بس الهودي. هذه قطعة مترتين ونص، القياس 38 40 42، لان الهودي عريض وهذا شوفوا يعني يلبس اكثر من قياس هذه القذيفة. انا راح افصل على جهة المطة، بدها تصير بالعرض. هذه الحاشية مالتها، وللعلم هذه القذيفة ما تلف، الأصلية ما تلف بس العادية. جاي يشوفون هذا القص مالتها، إذا التفت عندكم اكويها تنعدل، من تخلصينها فصال اكويها قبل لا تخيطينها. بالنسبة للقذيفة اللي تلف، بس هذه ما تلف. أنا راح أفصلها، هذا العرض مالتها، هذه الحاشية أنا راح أفصلها منه لأن أريد أن المطة مالتها بالعرض. راح أسوي البيجامة والهودي أول. نسوي البيجامة أول لين تاخذ نفس الشي. هي هذه مترتين ونص. البيجامة مو بيجامة عريضة يعني شغل البنطلون فصالها، بس هي بيجامة بالأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أوه طارت يا الله. هسه أول شي أقص القياس اللي أريده حتى نستفاد بالقطعة كلها، القماش كله نستفاد من عنده. إذا أطبقها 4 وأفصل راح نهدر بالقماش. فأنا أول شي شلون أعرف شقد أحتاج؟ هو قياس الورك، دوران الورك أقسمه على 2 وأضيف عليه 12 سنتيم بالنسبة لهاي القياسات. لأن أنا خيطت لها، هي تلبس أنا بنتي 38 بس هو يلبس حد 44. فأنا قسمت الورك، انتو حسب القياس اللي عندكم، فما راح أقولكم بالنسبة أو تردونها. يعني هي قياس الورك عندها 96، قسمتها على 2 وضفت عليه 12 سنتيم. أخذت اللي أحتاجه، فشوفوا يعني آخذ اللي أحتاجه، هذا يزيد يفيدني للمسطرة اللي أخليها أسفل الهودي. لا يعني أستفيد من عندها أحسن ما إنه بعدين أقعد أحتار. يعني كفاها التراك بكبوس يعني هاي المسطرة بالردن الأسفل الهودي. اخذ الطول، اخذته 100 سنتيم الطول، لان انا ما اضف زيادات، لان عندي الكمر اضافة فوق الطول، فوق القياس يعني. فاخذته 100 سنتيم بدون زيادة خياطات. هذا هسه هو نص الورك لان مطبوق على 2. اخذت نص محيط الورك عندي 96 وضفت عليه 12 سنتيم لان نحتاج للسرج زيادات. انا راح افصله شلون يعني مو نفس البنطلون بالضبط، لان البنطلون اكيد بيه تفاصيل اكثر، بس هو باللبس يطلع مثل البنطلون. هاي طبقتها 4 طبقات. المطة ضروري بالعرض لان حتى شقد ما يكون القياس اكبر هو يجي. انا اخذت ربع الورك وزدت عليه 4 سنتيم. ربع الورك وزدت عليه 4 سنتيم. هاي مسحت لي البداية على بالي، مو على بالي وانما نسيت واخذت على ربع الخصر. ربع الورك عليه 4 سنتيم ونزلت 30 سنتيم، وعندي بعد تقريبا 3 أصابع الكمر. أنا نزلت هنا 30 سنتيم طول السرج. إذا ما تحطون جيوب تسوونه 34 أو 35.
احنا بالبنطلون من الجهة هسه قاعدة اشرح عليها هذه نخصرها، نطلع بيها دوران، بس انا ما راح اخصرها لان هي بجامة. انا البداية شرحت بتصوير يعني بدون مونتاج، بس الفيديو حيل صار طويل وحد الان هو طويل. انا بالنسبة لي تقدرون انتو تاخذون القياس اللي تردونه. من الاسفل سويت 22 سنتيم. بالبداية ردت اخليه له حجول يعني حجل باسفل البجامة، بس تذكرت هي ما تحب حجل بالبجامة فلغيت المسألة وخليتها على عرضة. قلت اذا ما عجبها هالعرض اضعفها. قالت ماما كلش حلو. 22 سنتيم اخذ الوسط مال الاسفل، اخذ الوسط مالته واخلي على كل جهة 11 سنتيم. هاي 11 سنتيم من هاي الجهة و11 سنتيم من الجهة الثانية. مو شيء يعني اساسي، بس انا ما احب يرتفع عندي البجامة. هذا الوسط الاسفل قسمته نصين، ال 22 سنتيم اخذت 11 على كل جهة. اساوي الاعلى وانقص بالطريقة الاعتيادية. اكثر من تعليق. طبعا انا الفيديوهات 2 نزلتهن وانا ما قريت تعليقات والله، لان ما عندي مجال. هاي من الاسفل، من الاعلى بس فتحته، ومن الاسفل دخلت بيه حسب القياس اللي انا اخذته اللي هو 11 سنتيم على كل جهة. اكثر من تعليق جايني على الفستان الفيكتوري. اذا انطلب من عندي اكيد اصوره، اكيد بدون نقاش يعني. وللامانه انا اتذكر من يوم خيطت الانوار اخوها شافها لابسته عشان يقولها جيبش عربه ويجرها حصان. يعني رأسا فهم انه هو من العصور القديمة. الظهر راح ادخل بيه السرج مالت الظهر اكبره اكثر من الامام، بس هنا بها صارت عندي شغلة ورحت وناسي ما فاتحة الكاميرا. بس هو هسه واضحة لكم انه انا شلون اشرت لكم يعني شلون دخلت بيه. اذا ملاحظين شوفوا كبرته الحفرة مالت السرج مالت الظهر. ما بي اي تفاصيل يعني، بس الطريقة حيل مرتبة وتشوفونها بالشكل النهائي. انزل صفحة السرج ميلان 2 سنتيم، ميلت على جهة السرج. وهسه اعلمكم الجيب، هم جاي تعليق انه شلون الجيب نسوي. بما ان انا فصلت التراك فقلت خلي اركز على الجيب. هاي منها 6 سنتيم، انا الاربع اصابع مالتي 6 سنتيم قياسهن مو 8. وهاي 13 سنتيم نزلت، واقصها بهاي الطريقة مثل حرف الار. الجيب بشكل سهل بس ركزوا وياي، يعني اكدت وركزت عليه بطريقين انا اكثر من مرة منزله. طريقة الجيب شلون نسويه بالصداري سويته بالوجايم، وهم اكو تعليقات ما فاهمينه. هذه قطعة 4 طبقات راح اطبقها، طبقتها طبقتين وبعدين رجعت طبقتين. هذه 4 هسه قدامكم اوضحها. تقدرون من غير قماش يعني بس جهة من نفس القديفة وجهة ثانية من غير قماش عادي براحتكم. هاي 4، شوف جاي احسبهم قدامكم 4 طبقات. هسه هم انطيكم قياس الجيب بالنسبة لهذا السايز. هسه انطيكم قياسات شو سويته بالضبط، يعني قياسات العرض مال العرض هو 14 سنتيم. اقص الزايد حتى تشوفون القياسات عدل. وخليني اتأكد انا هم 15 سنتيم العرض، 15 سنتيم. وهسه اتذكر الطول، قد خاف هم يقولوا لي الطول ايش قد. الطول 23 سنتيم. هذا قياس الجيب. افتح 2 يعني بسيط بشكل والله ولا بي اي يعني تعقيد او فكرة بيه، ما بي اي شيء يعني. هاي نقصه دوران بهاي الطريقة، وعادي تقدرون تخلونه مربع هم ماكو مشكلة، بس انا احب اسوي دوران. اشيل 2 هذن هسه قطعتين مثل ما هن كل شي ما اسوي بيهن، واخلي 2 اقصهن نفس الحفرة اللي قصيناها بالبجامة. شوفوا نفسها ضبط. هاي هي بكل بساطة. هنا راح يصير يمين ويسار، انتبهوا يعني راح يصير عندي يمين ويسار، هن تلقائيا يجن. هسه راح اخليهن لكم هالشكل هنا على الميز حتى يكون اوضح من انه على الماكينة. هاي طريقتها بالخياط، هسه هم يبين اكثر. والجهة الثانية
البيجامة بعد أقصلها كمر على الجهة اللي تمط بطريقة عادية كلش، ما تحتاج يعني. هذا شوفوا شلون زاد عندي من البيجامة، راح أطلع من عنده، شوفوا على هاي الجهة اللي تمط أطلع من عنده الكمر مالت البيجامة. هسه نفصل الهودي. طبعا هو بشكل روعة والله، بشكل جميل وروعة طلع، بس ما ادري ايش يعني شلون ما نصوره ما جاي يطلع حلو. يعني صورته وهي لابسته، والله انوار صورتها. راح اخذ القياس اللي اريده وهم اطلع الزيادة حتى يفيدني، يعني ما اطبقه 4 وافصل يطلع زايد مقصقص، لا، انا اخذ القياس اللي اريده. هذا 30 سنتيم العرض، لان هو فري سايز الهودي يصير، يعني دائما انه يصير عريض. اساوي الطول 70 سنتيم، وراح اضيف له تقريبا 3 اصابع كمر باسفل الهودي. هاي 70 سنتيم وهاي 30. راح يصير عريض، يعني يلبس 38 40 42 44. نص عرض الكتف 20 سنتيم، و8 سنتيم حفرة الرقبة. نزلت 23 سنتيم لأن هي القياسات ننطيهن زيادة. 30 سنتيم ربع الصدر، أنزل بيه نفس العرض، 30 من الأعلى 30 من الأسفل، ولا خصر ولا أبد. ميلان الكتف 2 سنتيم. شوفوا هسه شلون استفاد من هذه. اني هسه هذه هنا راح اطلع من عندها الجيب. انا بالنسبة لي اسوي تقديري، بس انطيكم القياسات كاملة. يعني خليتها وقدرت ايش قد اريد قياس الجيب، طلع مضبوط. هاي من الاعلى 9 سنتيم، ومن الاسفل 17 سنتيم. هذا شكل الجيب. اقلبه حتى يبين. واقولكم انه بعد مسطرة بالاسفل. والفيديو صار حيل طويل، بس اللي يحب يستفاد اكيد يحتاج شرح بالتفصيل. راح انزل 10 سنتيم لحفرة الرقبة بدون فتحة وبدون اي شيء. يعني هو شوفوا قاعد اقولكم انه هو بمطة ما يحتاج. مو ضروري لان هو الهودي اصلا عريض، بس راح ادخل للترتيب سنتيم. راح افصل الردانات. هذه هسه بغت للردانات للكابوس مالته. الردانات همين عريضة. طول الردانات عندي 60 سنتيم، نقصتهن عرض البزمة. 23 سنتيم العرض مالتها. هذه هسه هذا الأسفل، يعني عمل ما قصيت ما فصلت بطريقة مبهدلة، كفاني. هاي المسطرة شو جاي اراويكم اياها، هذا للهودي من الأسفل. راح اخلي لها مسطرة عرضها تقريبا 3 اصابع. وهذا للكبوس اللي هو ارتفاع مالته 40 سنتيم. شلون ناخذ القياسات مالته بكل سهولة. اخذ قياس حفرة الرقبة من الامام
والقياس مالتها من الظهر. هو ايش قد يطلع عندكم القياس انتو؟ هذا 40 سنتيم. اجمع قياس الصدر والظهر واضيف عليهن ايش قد راح اطبق من الكبوس، وراح اداخلهن سنتيم على سنتيم، هذن اضيفهن، يعني تقريبا 4 إلى 5 سنتيم فوق القياس اضيف بهاي الطريقة. وارتفاع 6 سنتيم واجيب هذا الشكل ارسمه. الظهر 8 سنتيم نفس قياس الظهر طلع عندي، والامام اللي هو طلع تقريبا والله ما اتذكر ايش قد، خلينا نفرض 20 سنتيم، اضيف فوقه 4 سنتيم، لان سنتيمين للكفة وسنتيمين يجن سنتيم فوق سنتيم. كله اوضحه لكم بعدين بالخياطة. دوران من الاعلى، هذا شكل الرسم مالته يطلع مضبوط 100% بإذن الله. نفتح الوجه مالته. أنا على أساس قاعدة أشرح لكم إنه شلون نخلي له قيطان. بصراحة طلع أساسا أنا بعدين ضجت مالي خلق أخيط القيطان، وأساسا اللي طلعت الكاميرا ما مشغلته. بس يعني إذا تحبون تحطوا له، هو تتركون تقريبا 5 أصابع وتسوون حلقة، فتحة حلقة يعني تمشون بها القيطان. أول شي راح أبدي بالجيوب. أنا القديفة أخيطها بالأوفر، ما أخيطها بالماكينة، بس الأشياء اللي تحتاج خياط ماكينة أخيطها بالماكينة. يعني هسه هاي البيجامة والهودي كلهن كاملات قفلتهن على الأوفر حتى لا يتفتق. هذا اللي نشوفه وجه على وجه خليتهن، يعني ما يحتاج شرح والله، يعني بشكل بسيط. ونفس الطريقة تجيب للتنورة للصدرية للفستان، إذا تحبون يحطوا له جيوب، كلها بنفس الطريقة بهالبساطة هاي يتخيطن. هذا شكله من الداخل. أجيب القطعة الثانية اللي ما هي محفورة، هن قلت لكم راح يصيرن يمين ويسار، ما يقبلن خطأ. أثبتها من الأعلى ومن الجانب، هذا الأعلى وهذا الجانب أثبته خياطة. بعدين أسوي أوفر. وهذا شكل الجيب. الجيب الثاني بنفس الطريقة سرعته لكم. هاي سويته أوفر وقفلته كله على الأوفر البجامة. بعد أخيط الكمر ما أعتقد صورته، يعني الطريقة العادية، يعني هو مو عريض الكمر، يعني يادوب أصغر من هذا ب4 أصابع فقط، لأن ما سويت البجامة عريضة. هذا الجيب حفرة اللي ندخل من عندها هذا فتحة الجيب، يعني هذه أخيطها دربين، وهذا يبقى همينة اختياري مو شي ضروري يعني، بس أنا يعني شكل جمالي ينطي فشرحت لكم إياه. فتحات الجيوب أخيطهن دورين على عرض الباية، شكله حلو يعني يطلع. بس هاي الجهة الأماكن اللي نخيط بها نخيطها على الهودي، نخيطها درب واحد، حتى الدرب الثاني نخيطه بالتثبيت على الهودي يطلع منظره حلو. هذا
خياط واحد بس نخيطه. هذا جزء الأمام وهو مطبوق. أحدد الوسط مال حفرة الرقبة، نسوي له علامة، ومن الأسفل الوسط مالته هم أسوي له علامة، والجيب هم أطبقه نصين وأسوي له علامة. كلها أشياء ضرورية حتى يطلع عندنا الخياط مرتب. هاي العلامة اللي سويتها بأسفل الهودي هاي حتى أثبت عليها الجيب، تجي علامة على علامة يطلع عندي بالوسط. شوف هسه أنا مو خيطت درب واحد، درب الثاني هو التثبيت. من الأسفل هم يثبتوا خياطة حتى لا يخرب عندكم القياس، من تثبتون المسطرة بالأسفل. هذا شكله. هسه اروح اكوي هاي الطبعة. طبعا كويتها هي واللاصق اللي عليها حتى لا تحترق، وبعدين قلبتها على الظهر وهم كويتها. حتى حددت الوسط مالتها بطباشير، والوسط مال الهودي، وهذه حطيتها حتى لا تصير بها ميلان، وهذه خليتها بالوسط بالضبط. هسه اخيط الاكتاف. راح اخيط شوفوا هاي هنا انا اشرح اساسا وحددت علامة وين نخلي الحلقة، يعني قبل لا نطبقها ونخيطها نكبس الحلقة اللي نطلع من عندها القيطان، فمو حاجة يعني، بس هو ينطي منظر حلو. هاي الظهر همين احدد حفرة الظهر، هم احدد الوسط مالتها، حفرة الرقبة مالت الظهر همين احدد الوسط مالتها. هاي طبقتها طبقة سنتيم او سنتيم ونص. خيط الاكتاف. خيط الاكتاف اثنين. هسه هاي راح افتح الخياطة من الاسفل واخيطها على الجهتين مو على جهة واحدة، يعني منظر جمالي لا اكثر ولا اقل. هاي خياطة الكتف يعني، فتحت الخياطات وخيطت على الجهتين، يعني هاي شوفوا فتحتهن وخيطت عليهن، يعني منظر جمالي لا اكثر ولا اقل. هسه اخيط الكابوس، يعني بعد ردانات ما راح اطلع شلون خيطتهن، ولا المسطرة اللي بالأسفل، يعني كلها بالطريقة الاعتيادية. المسطرة الأسفل قصيتها أقل بتقريبا 4 أصابع، يعني ما حبيتها ينسحب يعني واجد. شوفوا هاي هنا تجي سنتيم على العلامة اللي خليتها، أردن هني يجن سنتيم هيك، يعني واحدة فوق الثانية الكبوس يجي. أنا راح أبدي من لين شفتوني أخذت القياس طلع مضبوط 100% الحمد لله، فأبدي من الأمام عادي، يعني أنتي الأفضل ابدي من الظهر وتعالي للأمام، على كل جهة خيطيها الواحد. هاي هسه الخياطة اللي مات الكابوس تجي على العلامة اللي مسوينها. هاي شوفوا أردنها سنتيم تجي فوقها، وبعدين أسويها بالأوفر. ما عندش أوفر شريط حاشية خيطي عليها حتى تترتب. بعد الباقي كله بالطريقة الاعتيادية. هاي شوفوا واحدة على واحدة سنتيم. وهذا هو الشكل النهائي. طبعا هنا سديت الصوت وسرعته، لأن لو شايفين المهرجان مال بناتي يمي
هذا الجيوب وهذا شكل البيجامة. ردت اضعفها من اسفل، هي قالت ماما كلش حلوة. وهذا الكمر يعني. وهذا الهودي تشوفونه كلش كبير، بس هي تلبس 38 ويجنن عليها. والصورة مالته راح اخلي شلون هي لابسته بالصورة المصغرة. بالحقيقة بشكل روعة. هاي شلون جاي هالشكل. إذا عجبكم لايك واشتراك ومشاهدة كاملة وتعليق حلو مثلكم، وألتقيكم في فيديو تعليمي جديد إن شاء الله تعالى. مع السلامة.